السلام عليكم أصدقاء سندباد. كل سنة وانتم طيبين وبعود عليكم يا رب رمضان وأيامه الجميلة اللي كلها نفحات بركة وذكر ربنا سبحانه وتعالى باليمن والبركة، ويا رب علينا وعليكم كلنا بالخير يا رب. رمضان من الشهور الجميلة اللي بتحلى فيه اللمة مع الأسرة والعيلة، والنهاردة هناخدكم في جولة جميلة جدا، فسحة حلوة ليكم ولأسرتكم. المكان اسمه ممشى البوليفار. ممشى البوليفار ده أصحابي في منطقة اسمها وصل الدهشور. طيب فين وصل الدهشور؟ وصل الدهشور وانت ماشي على المحور بتوصل على ميدان جهينة، بتاخد يمينك هتلاقي وصل الدهشور وممشى البوليفار، اللي منها برضو بالكوبري الكبير بتاعها اللي بيوصلك بمنطقة دهشور ومنطقة حدائق أكتوبر. المكان يعتبر متنفس كبير جدا لأهالي زايد، لأنه في ظهر زايد من منطقة الحزام الأخضر، وكمان لأهل حدائق أكتوبر ومنطقة دهشور، لأنه طبعا على وسط الدهشور قريبة جدا منهم وأكتوبر عموما. المكان بيضج بالكافيهات الجميلة والخيم الرمضانية الرائعة اللي هنشوفها، وزحام شديد جدا فوجئنا بيه، برغم ان هو مش من الاماكن اللي في وسط البلد ولا من الاماكن القريبة. تعالوا بينا ناخد جولة بالمكان ونشوف الكافيهات اللي فيه والأماكن اللي فيه، أماكن إقامتها وخدمتها فاخرة طبعا، وأماكن برضو خدمتها بتبقى وسطية أو اقتصادية، يعني ينفع الكل. هناخدكم في جولة فيه ونوريكم طبعا ده احنا ماشيين بالعربية، كل ده من بره المكان بنوريكم يعني المكان طوله قد ايه، ومكان كبير جدا ممتلئ بعدد لا نهائي من الكافيهات والقعدات الجميلة والأضواء الممتعة في ليالي رمضان الرائعة. تعالوا بينا ناخد جولة ونشوف المكان بيحتوي على ايه. بعد ما تمشينا حوالين المكان أكتر من نص ساعة بنصوره، بدأنا نخش في منطقة الباركينج عشان نركن العربية وننزل نشوف الخيم الرمضانية الجميلة. وطبعا زي ما قلت لكم فوجئنا بالزحام الشديد، وكأن القاهرة أو الجيزة كلها متجمعة في منطقة وصل الدهشور عشان ممشى البوليفار. لكن في الاخر عرفنا ونركن بعد طول لف، ونزلنا مع بعض عشان نلاقي المدخل الجميل ده من يعني نص هلال او هلال كده بيفكرك بهلال رمضان الجميل، وطبعا اضواء جميلة ممتعة واستقبال كده جميل وفرق موسيقية كتيرة وماكيتات جميلة جدا نقدر ناخد منها صور سيلفي جميلة. كانت الأجواء رائعة، تجمع وأسر وناس بتتصور سيلفي. كان الوقت متأخر، وهنا التماثيل الرائعة والماكيتات لشخصيات جميلة، النوافير. المكان كان طاقة إيجابية فعالة من الناس والكافيهات والفرق الموسيقية والفرق اللي تستقبلك للأطفال وألعاب الأطفال. الحقيقة يعني مكان جميل جدا، بندعوكم لزيارته. وهنا بحاطين كمان، كان الجو برد فحاطين دفايات جميلة. طبعا دي أسامي وبراندات كبيرة وعالمية، الكافيهات كبيرة جدا، الخدمات فيها بتبقى عالية شوية. ودي ماكيتات الناس بتاخد فيها صور سيلفي جميلة ومناظر حلوة وماكيتات لمسجد. كل الماكيتات الجميلة دي مناظر رائعة تقدر تاخد فيها صور سيلفي، ولادك ينبسطوا بيها جدا جدا. السلام عليكم كبير. هو الدخول ليه تذكره ولا كل لعبه بتذكره؟ اللعبه بتذكره. اللعبه الواحده بكام بقى؟ 20. وهنا بقى ماكت للصورة القديمة قوي بتاعة المولد القديم بتاع زمان، بكل ما فيه من الألعاب القديمة الجميلة للأطفال وحمص الشام. فعلا بيرجعك 50 سنة لورا وأكتر.
اما هنا الكافيهات الجميله الرائعه زي نعناع وبوبوس وخلافه. وبنلاقي كمان الفرق الموسيقيه الجميله قاعده كده على المسرح الجميل وبتعزف لك الحان من موسيقى قديمه ومن زمن جميل وبديع، بيرجع بيك الزمن ويديك اجواء رائعه من الفن المصري الجميل بجماله ورونقه. عشت لحظات جميلة ممتعة وكنت مبسوط جدا بسماع الموسيقى الجميلة دي. وبعد ما قعدنا خدنا السحور وشربنا الشاي وسمعنا الفرق الموسيقية الجميلة، طبعا ينتهي اليوم بالسيلفي الجميل في المكان ده عشان الذكرى الحلوة ليك ولأسرتك. وبعد كده اتجهنا وقررنا بقى نمشي نتحرك. وبعد ما مشينا وبعد ما اتحركنا كان فاضل على الفجر اقل من ساعة، لكن برضو الزحام كان مازال موجود زي ما احنا شايفين، والحركة بطيئة جدا بممشى البوليفار. ادعوكم اصحابي لزيارة المكان، هتنبسطوا جدا انتوا واسركم ويكون ذكرى جميلة ليكم ومكان رائع وممتع بليالي رمضان. شكرا جزيلا ليكم، وبنتمنى منكم دعمنا الدائم بلايك وشير والاشتراك في قناتنا عشان يوصلكم منا كل جديد. سلام عليكم.